على كل بعد موضوعنا هو الموضوع اللي تحدثنا عنه يا امس، واللي ممكن ما ارجع للصفحه دول شوف ضيف لي عدلت يا امس، مع انه قطع لي مرتين، والله مره بعد الاولى والثانيه عليك بارك الله قبل له اللي تعقد معنا في عايشه. على كل يلا نفهم كاملين عن تشغيل الشباب ترك الصغار وإهانة كرامتهم وإرفودهم، والله ترفادهم اللبادين. يا الله يعرف كل رجاج عنهم ما هم من الإنسانية، يا الله يعرف كل رجاج عنهم اللي ما هم من التعيب، اللي هو إنسان يعود اللي عنده من الوقت وقرأ القرآن الكريم والقراية كاملة، إذا أعطيته وقتها كامل تعرفوا أنتم كاملين عنكم معكم يجيبوا نتيجة بالسيف لا حصل حد باش يقدر يصلي منها. أنا الصلاة في حد ذاته أعطي وقته كامل. إشكال اللي يجي معصبة عليه يتبارك باضي الفراش، فراش المرأة والراجل اللي قالبهم هما. تحية كبيرة لأبو ضيباء. اللي قالبهم هما يبالوه الروسي، هذه واحدة. اثنين بعد ساعة والله ثنتين مولي تتبارك مع الجيرات تاع تصبرهم، سابق بعد بين الجيرات والتباضي ليتدفع دفعات شغل البوتيك. أنا ما أعرف كان أنا من غير مشي لك الزول ما نافع صاحبي زكي هذا. أنا ماني جاي عموله اللي يحصل من النتائج يكون ذا اللي شفنا احنا كاملين. لذلك يا إخوة جري وحق الولاة مع قطعته يفرطوا، والإنسان يشوف الظلم يسوى عليه معدل أبوه، ويسوى عليه معدل تمه، ويسوى عليه معدل قريبه، يسوى عليه معدل الشخص اللي من عرقه والله لونه، ما من يعطي يسكت عليه. احنا دائما هم نقول لكم عن الله سبحانه وتعالى يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المسلم يشوف الظلم ما هو اللي الله يسكت عليه يسوس عليه من معدل، خاصة إن يعود هذا الظلم مماثلة طفيلة صغيرة وقاصر نفس الوقت. وأنا مولي كمسلم يا الله مسألة ما نرضاها لأختي، ما من يا الله علينا نرضاها المسلم ولا يسوى هو من هو، يسوى صح حرطاني، يسوى كول، يسوى بيضاني. الظلم التم لا ظلم ما عنده لون ولا عنده جهة ولا عنده عرق معين، الظلم تم لا ظلم. لين يعود الله سبحانه وتعالى يحرم الظلم على نفسه، معناته لأنه حرام الله علينا نحن. كم من آية وكم من حديث وكم من أثر عقوبة الظلم وخيمة. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ظلم ما قطعت معه السعادة ولا قطم اللي عاد بتناو معاه بتناو به الدول. هذا كل حاجة عارف. هاي مسألة. المسألة الثانية عن أي مسألة اللي تخلق تتعلق بالحراطين، دائما نشوف الناس كاملة ترمي الزعيم بيرامة أصابع الاتهام. بيرامة ذنبه شنو؟ نيجي نظلم الرجال يشوف معاه بيرامة والله يوقف معاه، تشوف معاه حركة إيران والله يوقف معاه الأحرار من أولاد هذا الوطن. شنو هو ذنب بيرامة؟ ذنب بيرامة عنه قاعد الغشاوة اللي عليه العيون والأبصار واللي في القلب كذلك اللي من الأمراض نزعها بيرامة كاملة. هذا هو ذنب بيرامة الوحيد. ذنبه عنه ما ترى قابل الحراطين عنه يوطى عليهم ويعبدوا ويرقق فيهم. هذا هو ذنب بيرامة اللي يعود محل كره بكل رقاش. ذنب بيرامة الوحيد عند اللي قال الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم هامه هو عنه يجسد إلى الأرض موريتانيا. هذا هو اللي يجعلكم تكرهوا هذا الرجل اللي قال له بيرامة. أنا ما نشوف عن انه يصدر من انسان قال هو عن يصلي ويركع ويقول اياك نعبد واياك نستعين، يقول اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم بعيد حتى في اللي واحد انتم فيه وذا اللي ماشيين كذلك هم اللي انتم فيه. يا غير تقولوا صراط الذين انعمت عليهم وتقيسوا الاخرى غير المغضوب عليهم، هيك هم اللي مساله اخرى ما نعرف. غير بقى صراط اهدنا الصراط المستقيم، قطعنا الصراط المستقيم هاي المقبوله ما هي طريقه.
انا نقدر نختلف مع بيرامه، ونقدر نختلف مع واحد اخر، ونقدر نختلف مع واحد اخر، يا غير بعد الحق يلا نتوافقوا كاملين عليه ونتجابلوا عليه، بغض النظر عن انتماءاتنا السياسيه وانتماءاتنا بعض حزبيه وذاك تخرميس كامل، يا غير بعد الحق نشوفه يلا كامل نقول ماشيين واعدين بيد الحق هو ضالة المؤمن، وبلاد من نجبرها يقتل لا يقبلها. هذه نقطة. النقطة الأخرى هو اللي يحتجوا به، وحدين يقول لك عنه هي عن حركة إيران إلى قرعوها من هذه الناس اللي هي يعدلوا له حركة إيران، ما عليهم يعدلوا له شيء، هم حركة إيران عليهم يعدلوا للي يعدلوا، وواحدين آخرين فطنوا عليهم يعدلوا للي يعدلوا، شو خرم هو عليهم يعدلوا؟ ما عليهم شيء يعدلوا، هم عندهم مش يشوفوا حالة ذنبتها حالة استعبادية، والله حالة فيها إهانة كرامة الإنسان، ينبهوا الدولة عليها، والدولة هي تتكفل بحماية هذا الطفل، والله هذه الطفلة ذنبهم هم شنو هو. هاي مسألة أخرى، قطعا أن هي طفلة ما قال لها المحاور قطعا، يعني تقول ما شعرت من هالواقع اللي يحصل عليها، مو هاي المرأة اللي هاينة كرامتها ترفدها بيدون 20 على هذا ما نقدر نفضل من هون لهم ما لحت، انتم نفس الشيء، أما اللي فيكم اللي ما يقل يرفدوا ويوعى على صلاة الصبح إذا عاد قايوا على أصله. أنا أعتقد أن الحق طول هنا يشوفوا رقاش، لا تقمس الأصابع في رقاش معين، بلا ما اسمع حد ولا اتكلم على رقاش. المفروض بعد هذا مع اني مدافع عن بلا ما بيدي اكثر من راسه اكثر من اللي اصحابه منكم كاملين، يقال نعرف انتم عن هذا نفاق وكذا، انتم تشوفوا طفله مظلومه وقفت الناس عليه وشاف ذاك اللي معدلها من اهانه كرامته اهانه انسانيته وجهه سيرته اخلاقه وقاصر، وقفوا معاه وتم كون هذا الخطا، والله هذه قضيه نبه عليها بلا وظن في الاحاق، هذا مو مهم عنه هو خطا، ما دام خطا وقفوا معاه كاملين وتوب يسوي لنا نعدل. لذلك عنوان ان قامت معها قضيه لا اللي انها مغتصبه ومعدله وكذا، الناس قامت معها كامله ما خاصوا ذاك اللي قدموا فيكم حساسيه من برامج، وذا كامل اللي نقراه نحن عنكم انتم، هامكم عن الناس تم الله تحتكم، وانتم اللي متواطئين عليه، هذا ما هو يتم دائم بيد الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكه منظلم، منين ذاك الظلم يعدل ما دام ولا استمر به اللي صبر ثابر وجبر الناس اللي توقفوا معاه واللي مؤمنه برسالته بقضيته اللي راه، وبالتالي انتصر الاسلام وانتصر الايمان. يفهم كل رقاش عن الحق اذا ما مشيت انت معاه هذا ما يوقفه، والباطل ما لا دعمت انت ودعموا واحدين اخرين معك هذا ما يرجع له يستمر، وبالتالي خلاص اي الكفه اللي تقول انت من هذا لا بقيت بعض كفه الحق تماشي معاه، ولا بقيت الملك بعض كفه الباطل تماشي معاه، لكن لا بقيت فيه والحق ليت من لا حق. ما بيران واحد وخر ما مأله رقاش ولا يعبدوا رقاش من دون مولانا، واحد من ولاد موريتان عدل اللي ما قد له العلماء عدلوه لهذه الحاله وغيرها من الحالات العلماء ما قد حلوا فاهم عنها، عدل اللي ما عدلوا السياسيين اللي راعيهم كل كذبه يعدلوها وكل نفاق ينافقوا به اللي دونها ايام مال نهارين ثلاثه يطالب بالمأموريه الثالثه، وعدل اللي ما عدوه المثقفين اللي ما هو واحد فيه ما هو تشويه وهو تشويه سمعته يقال بعض الميران اللي انا اصلا. والمؤسف عندي عن هذا شفت واحدين مدونين بعتبروا عنهم يقول لك عن دراما عن اللي مقدمه واللي واقع له واللي معدل وكذا الا تجاهل البيضان والعلماء. بيرام هو اللي يتجاهل الناس، كم من شيباني فارق عمره يكسب بيرام ليل نهار وبيرام ما قد رد عليه، كم من مثقف سخر نفسه ولسانه وقرايته وثقافته وصفاقته درعي بيرام ما قد رد عليه. هذه هي الزعامة الحقيقية. أنا معني من حركة إيران غير بيرام يعجبني وأحبه وأجله وأقدره ونقيه ودايره فوق راسي، قطعا عن نيتي نسرق ما نسرق مول بيرام باللي ما شفت حد في هاي الدولة اللي قال موريتان يعمل معي يكون بيرام فر علماءها مثقفينها وسياسيين ما رينا بلنتين تقول ما جاء تقول مع الحق يديك عنه جاي من الطرف الفلاني انت ما تنفع، مع انك الصبح انت قاعد بنتين منك تبي نعطيك الحق اللي تابع عن النبي اللي ما هو صادر منك تو ولا صادر من حقيقين انت. هذا ما هو قايل المسلمين ولا قايل المؤمنين. انا الحق اللي نجبه ولين قبل وشوف
يسأل من معدله وبيرامي هذا كيف انتم قاعد هم اللي تحبوا الناس له تقول الناس ما كانت تقد به يقال بكرهكم انتم ونسخكم واللي يجب يجعل الناس أنها تبقي بيرامي رغما عن أنوفكم انتم وخلاص. وبالتالي والتيشيرت ما فيكم هم اللي انتم كاملين حد يرضى لاخته والله يرضى لامه والله يرضى لقريبته عنه يعدل هذا اللي معدل هاي الطفل والله ما هو يرضى والله ما هو يقبل يسؤالي قد اللي معدل اصلا من كرم تالي من تاليات تنقبض طفيله مسكينه صغيره وينقاس بها بلاد الالعاب وبلاد الخرميس حتى شاب ويديات يعرف عنها ما قد يعرف قبل بيد القبض قاع ما قاعد هنا فيها واذا ما هو حق حتى شاب توكل شيء ماني عارف وش هو الطريقه اللي تقبض بها كده يعرف عنها ذا ما تعرف يا ويلها. يا اخوان انتم هاي الامه انتم شو عذبتوها على مر التاريخ وانتم هم اللي نكرتوا هاي الدوله قالكم تصلحوها نيجي تواقفوا انتم هذول اللي يرجموكم شنو؟ انتم الاسلام ما نفعتوه ولا رفعتوه شيء سووا شنو؟ كلتوا الى الله وكلتوا الى رسوله صلى الله عليه وسلم عدتوا تظلموا الناس وتعبدوها وتدخلوا معاها باسم الدين هذا كامل باسم الدين علماءكم وجهالكم ومثقفينكم وسياسيكم هذا كامل تعدلوا الامور كامله وتعدلوا نعوذ بالله باسم الدين. انا جريمه ان عدل انا كاشع عن وجهي ما يمشي سوق الى الدين والدين منها بريء. اي مساله ثانيه مساله اخرى عنكم حتى هذا العالم الاخر ما يتلفت عليكم ولا يخرصكم خلاص بشر الناس كانت خلصكم من عنكم دونيين عنكم سطحيين عنكم ناجحين به اللي انتم حتى ثقافه الاختلاف ما هي عندكم. انا لا اما نتفق معك 100% والله ما نختلف معك نصبح عدو لك. انا وانت نقدر نعود مختلفين وساكنين في دار واحده نقدر نعود انا انت ما الحزب الفلاني وانت ما الحزب الفلاني ونفس الوقت ساكنين في دار واحده ما المشكله. الاختلاف لا يفسد الود قضيه يقال لا انا توه مع فلاني والله نبقي فلاني والله لا ما نبقي احيانا نعود لا مناصر مساله معينه انتم تتهاجموا علي وفلان ذاك واقع وفلان ذاك عدل وفلان ذاك عدل فلان وفلان ذاك حاق مكتوب قلت انتم وفلان ذاك عدل حرقت انتم الواقيس اللي ما هو مكتوب حرق المكتوب والله حرق الواقيس ما انتم حرقتوا الواقيس قتلتوا الواقيس قتلتوهم مسلمين يؤمنون بالله ربا والاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم اللي حرم الله عز وجل قتلهم والكتب ما حرموا انا عليهم وفتنشر عنه هنا طريقه دين حرب بين الكتب وكلام العلماء بعض الخلاف ولأن إليه قال لن نقول معكم ثم متناقضين مع رؤوسكم حتى شباب رجاء شاركوا البث. أنا الإمام ما رأيته نصين البث معدين معاه هو ولأنه اللي يطلع وهو الإمام أراد عنه يقول عود الله اللي خلق يقول ما هو شيء عنده حتى يقل أسف شيء الإمام ما رأيناه. أنتم خلاص بعد كامل والله مو اللي ينفع منه وينقبض منه عن بعد ماني شايف أنا عنك أنت اللي تحسن درجات تحسن لي اللاب لهانة والدعس والعذاب خاصة إذا نوع من المواضيع الناس كاملة تكرر المحاضر فقال ما قطعت تعدل هذا بدي تلميذ يجي مع الصباح تلميذ يشتغل ينعود هو طلع السابعة والله الثامنة عشان تيبالي عرفت الثامنة والنص ومزاجي بالي النص طلع الأخرى اللي يعطيه لا فرشته جات التاسعة مشي ماشي يجي بدون 20 لتر واللي ما اللي بم اللي مشيت هي ما لقيت تربي حتى عادة قبل ما تيجي تذبح بالبل يعرف عنها معتقد هو خالق هو اللي يكذب بعد شهور. انتم شاهد هاي الاباعير وهذا الخاص اللي معدلين هذا الشاهد لكم كامل ما لكم ولا يجي حد من المدونين والصفاقه والاحلاحه وتدافع عن الباطل ما انت تدافع عنه والحق ذوك واضح وبين فإلى صح خير فيك وأحسن لك عني سجل التاريخ عنك وقفت مع مظلوم سجل التاريخ عنك وقفت مع حالة إنسانية وسجل التاريخ عنك تخليت عن ذيك الخصوبات اللي كان عند أسلافك وعند أقربائهم وعند وسجلت شيء بعد يوم القيامة على متذكر من الذنوب والخصوب بس أنا عمرت أكبر بعد مسألة وعلى تشفى لكم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. هذا هو المسلم الحق والمسلم عندنا عنك تعتبر لي بعض الصفحات وبعض المنصات وبعض المواقع يوقف مع الظلم هذا يتواسى وده طبعا ما أنا معمين فيه الناس من الشباب البيضان بروسهم
وقف مع الطفل. ناس منهم طارق عبد الودود، ومنهم المرابط ذاك، ومنهم حد قالوا الشيخ احمد، والله كذا الشيخ احمد قال والله ساكن الدكتور انا نشرت والله صلحتي، وقف معاه. وياسر من الشباب وقف معاه. وهم ياسر من الناس الدوني والسطحي والرجعي، واللي لانهم الامور ما ينحركوا من بلو ما دام هو معدل له. وهاي لكن قضيه جزيره ابستين هم ذو بهم نعوذ بالله كثرة اللي شاهدوا من قصران العمر من الويل والقتل وكيد أرواقيج والدعارة وذا كامل واغتصاب القاصرات والظفر. عادوا لين يشوفوا يعدل غزة ويشوفوا يعدل دولة ما يحركوا من بلداتهم، بل لقى يدعموا حتى الدولة اللي تعدل بالأسلحة. نفس الشيء هم اللي كيفكم أنتم، واحد منكم هذا مدمنين عليه يعرفون عند سلاحهم عند ضباطهم عند امهاتهم، وبالتالي مساله عادي عندهم. انا ذكرت لكم مثال امس بالبث اللي كنت معدل، انا مراقبت كانت تقاريني، انا اسره ساكنه بزرهم يقولوا لي العبيد عنهم حراطي. ثم جاهلين حراطي ما هو معبيد ولا هو معبيد ولا قطع عاد عبيد. ظلمكم انتم لهم، والله ظلم واحدين منكم انتم لهم، هم هذا ما يعدلهم عبيد. فهمتوا؟ وهذه القضيه اللي يمارسكم الى بعض منهم ما يمارس ايام كامل، وبالتالي لا تشكوا عن حراطي كامل عنه نفس التسبيح اللي مرفوض. خارج شقط مارس على بعضهم، خارج بعضهم لا يقدر يمارس اليه ولا يقدر يمارس اليه. وبالتالي ما يلا انتم اللي كنتوا تعدلوا هذا، يلا تقولوا ساحه وحشامه لكم كنتوا تعدلوا شيء مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، يلا تقولوا ساحه وحشامه، فما تبدو تعيبوا به رقاز. انا مثلا انك بعض النصارى فلطه كنت نوكله قبل تصر عارف اني انا ما يبغى فلطه. انا ياتي هو نضرب السماح منك انت يا قد ما من ياتي شو نقول لك تاخذ مدينه كان يقول لك بصل وكلتها. هذا نفس الشيء. تعدل المساله مخالفه لشرع الله، ولا معكم سالتنا عليها ما هم قاعدين يحلوا فاهم كاملين. مثقفينكم نفس الشيء، عمال سياسيينكم نفس الشيء. نين عدل برامج اللي نتبارك معاه تعيبوه، وعدل اللي معدل كامل يجازيه ان شاء الله بالخير ويجعلوا ان شاء الله طول عمر وحسن خاتمه. واذا عجبتوا قعدتوا قلتوا انا عبدي ومنتا ان حرام ولا اصل لها. وعن هذا الرق ما هو الرق الشرعي كما قالوا الدواء 2014. وقد قالها مولي احمد جدو يحفظ ان شاء الله، مجد والباهيه. الاخرين قاعد ما زالوا نظرنا قاعد اتكلم عن القضيه وما زالوا قاعد كارهين بلام على ذاك الاساس، وقاعد نعرف نسميهم انا وفقهاء الحديث باري فيهم. معناته لان جزا الله خيرا بنا، جزا الله خيرا حركه ايراء، يجازيهم ان شاء الله بالخير، وراني محييهم من المنبر وطالبهم الله عز وجل طول العمر وحسن الخاتمه وياسر من التمام في الدنيا، يسعدهم الله ويمونكم من كذلك في الاخره. باللي يعدلوا اللي يستحقوا به الدعاء في السر والعلن، عدلوا اللي يستحقوا به الاحترام، عدلوا اللي يستحقوا به التبجيل. اللي هذه هي الانسانيه. انت تقول انسان وتشوف مخلوق مولانا بزرك يعذب سن الدين، والله يعذب باي اسلوب باش. ثم فيكم معدلين يبكوا رؤوسهم عن غزه معدلها معدل، ثم سابوا طيروا شويه غزه طيروا هنا تي. وهذا لذلك علماءكم اللي نقول دائما عنهم هون يجيبوا التبرعات هون غزه، وكم الرجاج هون يموت ويتوفى ليل ونهار بيجي. هذه طفله حد شافهم. طبعا انا مخلوق الله سابق تتبرعوا هنا تي هذا خليق الله. بيدي خيركم لاهله. هذا لا تشوف نفاقهم، لا تشوف عنه يعدلهم يعدوا لله سبحانه وتعالى، يعدوه لاساس اللوم. وهي التبرعات اللي يعدوا غزه، هي السودان اللي رايهم هنا كانت المجاعه وكانت ايش قدروا يعدلوا لها. لا ماده ذنبتها ونخبتها ذنبتها ولماءها ذنبتها والناس اللي في الواجهه ذنبتها. يا رجال خير وين بكم ما تقدمون الدول كانوا نقدموا عنكم. ماده ما زال راجل كبير فيها مثقف ومخضرم ما زال يجي يمسك مرابط سواء ها تعرف عنه شف، ما زال يحضر الاجتماعات ما مسوي فمه ها تعرف عنه شف. هذا تعرف عنه هذا دني إمام سيدي ما حافظ القرآن الكريم صلاة طيبين فاتحة ما يفهم ما يقرأ قراءة صالحة. إمام مسجد حافظ القرآن الكريم فاتحة ما يقرأ قراءة صالحة تعرف عنه. أنا مدة ذنبة نفاق ما تقدر تتقدم. احنا تعذبنا، احنا مهنا وجابوا عمارنا. احنا سنغال يا اخي، سنغال حاكمينها الاولاد هذا. ثم لسطعتوا رؤوسنا هنا سيب لكم واقع عنكم ولكم جايين من فوق وعنكم جايين من كذا. ما فيكم نكاش قط رعاة
حق مخلوق الله واحد فهي الدولة اللي قاعدة موريتانيا. جاي ليه تحتاجونا وليه تستدلونا وليه تقبلونا عن فعله هي هذا، والله يتبرون فعله هي اللي تعدل حشت عنا هي تقرر هي كذب. قلت لكم أنا يامس أنا عندي هون تلاميذ نقريهم كذبوا، عندي هون ساكن معي هون في ما حضرتي هون في بيكا هون قريهم كذبوا يقرر ما قلت هند كرامتهم لا قلت هند إنسانيتهم، بلقاني يشوفهم شك عنهم أسياد وعنهم ملوك واخذ قرايه يودي يقص هم قاعد يشتغلوا يعدلوا شيء بيدي تلميذ دائما يقرا يختار شيء وحل فيه ما يخلوا يعدلوا يوم انكرموا تنعطاهم الفضل ويعدل لهم كل شيء من الشيء ما هذا طنهان كرامتهم ولا قبل عدل لهم شيء لا يقول لي كذب عدك يزورني هون قبل نحضر فيكم ما قد زارني رجال دراما ما قد زارني واحد وخر ما قد زارني قال معنى عنه يا عدل شيء صالح ما نوقف معاه يا عدل شيء صالح حتى وتعدل جماعته ينوقف معاه الايدو فوق ما نبحث عن الحق ما نبحث عن الضروري لا نبحث عن ما ينفع